بيبدأ الفيلم سنة 1985 بطيارة خاصة صغيرة. يظهر معانا أندرو وبيرقص على موسيقى وبيكون مستعد عشان يهرب من الطيارة. نشوف شنط إسعاف لونها أحمر بتكون شبه بعضها. أندرو فضل يرمي شنطة ورا التانية، وبنعرف إن الشنط دي فيها اكياس كتير من الكوكايين. بتكون المخدرات دي مأثرة عليه جامد ومش عارف الخطورة اللي هو فيها. بيلبس باراشوت عشان ينط في الغابة، وبيكون على ظهره شنطة من الكوكايين. لكن أندرو وهو جاي بينط في الغابة بيتخبط في دماغه وبيغمى عليه وبيقع. بعدها نروح لمشهد في غابة شاتاهوتشي موجودة في جورجيا، ويظهر زوجين إلسا وأولاف بيتناقشوا في حياتهم. بيكونوا مستمتعين جدا بالطبيعة في الغابة، وفجأة بيسمعوا صوت حيوان مفترس. بيكونوا مبسوطين انهم شافوا دب لونه اسود نادر جدا قريب منهم، وبدأ أولاف يصور الدب من الكاميرا بتاعته. لكن هو بيصور لقى الدب بيعمل حركات غريبة، وبعد شوية الدب فضل يقرب منهم لحد ما وقف قدامهم. أولاف بيلاحظ ان الدب عدواني جدا وكمان في بودرة على وشه، وده معناه ان الدب كان بيشم من البودرة اللي وقعت زمان في الغابة. وعلى الرغم انهم عارفين ان الدببة السوداء دي بتخاف من اي حد سواء حيوان او بني ادم، ولكن عشان شاربة كوكايين بتهجم عليهم بدون رحمة ولا خوف. ولكن في النهاية بيقتل إلسا، وأولاف قدر يستخبى منه وينجو بحياته. ونفس الوقت الشرطة لقت الطيارة بجثة أندرو منه. بيلاقوا كوكايين بملايين الدولارات في الشنطة اللي كانت على ظهره. بيوصل بوب محقق الشرطة في المكان اللي فيه المخدرات، كمان صاحبته ريبا، وتعرف فورا على الجثة اللي شافها، وكان عارف ان الراجل ده بتاع مخدرات كبير، وكان شغال عند واحد بتاع مخدرات اكبر منه. كان على صلة بعصابات المخدرات في كولومبيا، وكان بيهرب المخدرات في امريكا. وعلى الرغم انهم ما لقوش اي كوكايين في الطيارة اللي اتحطمت، ولكن بوب كان عارف ان فيها مخدرات كتير، لان الطيارة ما كانش فيها غير اندرو. والحركات دي بتكون معروفة ان العصابات بترمي كوكايين من فوق وتفجر الطيارة عشان الشرطة ما تقدرش توصل للمخدرات. بعدها نشوف تاجر المخدرات الكبير سيد قابل المساعد بتاعه ديفيد، وبيكون واثق فيه قوي. عرف ان اندرو مات، وبيأمر ديفيد انه يجيب كل المخدرات اللي راحت في الغابة فورا. ان اندرو كان شغال مع سيد، وسيد عارف كل البروتوكولات المتبعة عند كل عصابات المخدرات، ان المخدرات هتكون موجودة قبل مكان وقوع الطيارة مش جنبها. وبيأمر ديفيد ان هو ياخد ايدي ابن سيد ويروح يدوروا في الغابة على المخدرات. فعلا ديفيد بيقابل ايدي ابن سيد، بيكونوا في مطعم في جورجيا بيتكلموا على المخدرات اللي ضاعت. وايدي بيكون حزين جدا عشان مراته ماتت بالسرطان، عمال يفكر فيها ومش متخيل الحياة ازاي من غيرها. وكمان اتخلى عن ابنه جابي في منزل ابوه سيد بسبب حزنه الشديد. نعرف ان ايدي على علاقة مع ابوه مش كويسة، رغم ان هو كان شغال مع ابوه قبل كده في المخدرات، لكن بعد ما اتجوز رفض انه يشتغل معاه. وابوه كان معتقد ان مراته هي اللي كانت بتقوله وقف الشغل مع ابوك. وطبعا لما ماتت ابوه كان عاوزه يرجع تاني يشتغل معاه، وبياخد ديفيد وبيروحوا يدوروا في الغابة. نفس اليوم بوب محقق الشرطة وصل لمكان المخدرات عشان يقبض على العصابة. لما جات له اخبار من مرشد كان سامعهم وهم بيتكلموا عن المخدرات اللي ضاعت في مطعم في جورجيا. بعدها نروح لبيت في مكان قريب من غابات جورجيا، بيكون قاعدة فيه واحدة اسمها ساري وبنتها ديدي. ساري بتشتغل ممرضة ولازم تكون بعيدة عن البيت في فترات من اليوم. دي تستغل غياب امها عن البيت، قرر تروح تغامر في مكان فيه شلالات مع صديقها هنري عشان ترسم الشلالات. فعلا ديدي قررت وخدت معاها هنري في الغابة. لما بترجع البيت إدارة المدرسة بتتصل بأمها ويقولوا لها إن بنتك ما جاتش النهاردة. أمها دورت في الشنطة بتاعتها لقت خريطة للغابة، عشان عارفة بنتها كويس بتاخد العجلة وتروح وراها عشان تاخدهم وترجعهم البيت. ونروح لديدي وهنري ووصلوا في مكان قريب من الغابة، بيلاقوا قالب كبير من الكوكايين ويقرروا ان هما الاتنين يجربوه مع بعض، ولكن طعمه مش بيعجبهم خالص على الرغم انهم عارفين خطورة اللي بيعملوه. وبعد شوية بنكتشف مش هما بس اللي جربوا المخدرات، لان الدب الاسود اللي كان مدمن ظهر لهم فجأة، كان واضح على وشه بودرة بيضة. وهنا عرفوا ان هو كان بيتعاطى
الكوكايين. فجأة هجم عليهم وساري بتوصل عند حارسة الغابة ليز، معاها بيتر اللي بيشتغل مفتش على الحياة البرية، تطلب منهم ان هم يساعدوها ان هي تلاقي بنتها، وفعلا بيوافقوا وبيروحوا معاها. بعد ما وصلوا الغابة عشان يدوروا على الاطفال اللي ضايعين، نعرف ان ليز مش مهتمة خالص بالموضوع، وهي مهتمة بس ان هي تكون جنب بيتر. بعد شوية بيلاقوا هنري مستخبي فوق الشجرة، وهنري بيحذرهم ان في دب متوحش جدا هاجمهم هو وديدي، قال لهم خلوا بالكم هو ممكن يهجم عليكم. ولكن ليز وبيتر مش مصدقين كلامه. بعد شويه بيسمعوا صوت الدب بيقرب عليهم، وكلهم حسوا بالذعر، وساري بتهرب وبتستخبى ورا الشجره اللي عليها هنري. فعلا الدب هاجم ليز وبيتر، والليز ضربت عليه نار لكنها مش بتصيبه، وبيتر وقع في مكان مليان كوكايين، والكوكايين بيكون على جسمه كله. ليز قررت ان هي تسيبهم بعد ما اتعورت من الدب عشان تدور على مساعده. بيتر طلع على شجره جنب شجره هنري، وهو عارف ان الدببه بتطلع الاشجار عادي. دب وصل لمكان شجره هنري ورا ساري عشان يطلع يجيب هنري من فوق. فعلا الدب بيطلع، ولكن ساري وبيتر قالوا له اطلع لفوق خالص، ولكن الدب قبل ما يطلع بيشم ريحه البودره الموجوده على جسم بيتر. واضح ان الدب بيدور على المكان اللي فيه الكوكايين، ونزل من الشجرة اللي عليها هنري وطلع فوق عند بيتر. بيقطعوا، وساري بتستغل الفرصة دي وبتنزل هنري من فوق الشجرة. بعد ما نزل بتاخده وبتجري، وهنا الدب بيكون فعلا خلص على بيتر. بعد ما ساري وهنري بيوصلوا لمكان آمن، وقال لها هنري ان الدب ده مدمن كوكايين، وقال لها كمان ان هم لقوا اكياس كتيره من الكوكايين، ولكن هي مش مهتمه لحاجه خالص غير ببنتها ديدي. وقال لها كمان ان الدب سحب ديدي وراح بيها من المكان ده في وسط الغابه. راحوا عشان يدوروا عليها، وبنفس الوقت ديفيد وايدي وصلوا لمكان حارسة الغابة. ديفيد نزل عشان يروح الحمام، بيتفاجأ ب3 عيال مسميين نفسهم عصابة دو شامب، وبيهاجموا السياح وبيسرقوا البضايع. يفضلوا يتكلموا معاه وما يكونوش عارفين مين هو ديفيد ده. طلبوا منه ان هو يطلع كل اللي في جيبه، ولكن رفض وفضل يضرب فيهم ووقعهم على الارض بسهولة، ولكن للاسف طعنوه بظهره بسكينة. ايدي لما لقى ديفيد اتأخر دخل عشان يشوفه، اتصدم من المنظر والجثث اللي حواليه، وكان قلقان انهم ماتوا. وبيلاقي كيس كوكايين في جيب واحد فيهم، فوقوا واحد منهم اسمه تاتشي وهددوه عشان يقول لهم على مكان الكوكايين. وتاتشي قال لهم ان هم لقوا كميات كبيره من الكوكايين في الغابه، وها في ستاره حمراء وحطوها في كشك المراقبه في وسط الغابه عشان يتصرفوا فيها بعدين ويبيعوها. اجبروه ان هو يروح معاهم لمكان كشك المراقبه، وقبل ما يوصلوا للمكان المحقق بوب وصل قبلهم، وبيلاقي شنطه حمراء فيها مخدرات فوق الكشك وبيحاول يوصل لها. تاتشي لما وصل المكان ملقاش الشنطه الحمراء. لما قال لهم ان هي مش موجوده، ديفيد بيفكروا ان هو بيضحك عليه، لكن فجاه بوب بيظهر لهم من فوق الكشك وبيرفع عليهم السلاح وبيطلب منهم ان كل واحد يرجع لورا. لما ديفيد بيعافر معاه ضرب نار على ايده وقطع له صباعين، لكن ديفيد مش عاوز يبطل رخامه وفضل يضرب عليه نار، وفي نفس الوقت دخل عليهم الدب. تاتشي وايدي عملوا نفسهم ميتين. الدب دخل الكشك عشان شامم ريحه مخدرات، وفضل يشم عشان يدور على كوكايين، وراح لتاتشي وايدي يشم فيهم، وفجاه اغمى عليه ووقع على ايدي مباشره. بيفكروا ان مات، ولكن بيفوق تاني ويقوم بحالة هستيرية. بيفضل يلعب مع ايدي، وبعد ما بيلعب معاه بيصدموا ان هو بقى عدواني. وهنا بوب عرف ان هو مدمن مخدرات، ويطلع كيس من الشنطة اللي معاه عشان يجذبه ناحيته، وبعدها بيرميله كيس بعيد عشان يتلقي فيها. في اللحظة دي السد بتاع المخدرات وصل للمكان عشان يدور عليها، وبيضرب نار على بوب وبيوقعه، وستاتشي بيهرب بيكون خايف جدا. ايدي بيكون متضايق جدا من اللي عمله ابوه، وابوه بيقول له انا في ورطة كبيرة جدا ولازم نلاقي المخدرات. بوب بيكون لسه عايش وبيرمي الشنطة بعيد عشان الدب ياخدها ويبعد عنه. ديفيد وايدي بيرجعوا لبوب بيقولوا له فين الشنطة؟ قال لهم انا رميتهم للدب. وهنا توصل ريبا مساعدة بوب، وهنا بنعرف انها بتشتغل لصالح
سيد. بيكون مصدوم من خيانتها وبتروح مع العصابة عشان تدور على المخدرات وبوبي بيموت. من ناحية تانية ليز وصلت لمكان الحراسة وطلبت الإسعاف. يظهر هناك آخر 2 من عصابة ستاتشي بيكون عاوزين إسعاف، لكن كلهم بيتفاجئوا بصوت تخبيط على الباب. ليز بتطلب واحد منهم إن هو يفتح الباب بهدوء. بتكون ليز مستعدة لضرب النار، ولما بيفتح الباب بيلاقي الدب قاعد وفي حالة هلوسة. لما جت تضرب نار على الدب جت في راس واحد فيهم وتفجر له دماغه. الدب هرب وطلع فوق على سطح البيت، وبعد شوية هجم عليهم تاني وضرب الولد وموته. بعد شوية بتيجي عربية إسعاف بسبب البلاغ اللي عملته ليز. يحاولوا يفتحوا الباب لكن الجثث كتير ومش عارفين يفتحوه، ولما فتحوا الباب بالصعوبة بيلاقوا الجثث والدم منتشر في كل مكان. تكون ليز لسه عايشة وماسكة مسدس، والمسعفة بتقرب منها عشان تطمن عليه. تاني لقى دم كتير تحت الباب وبيفتح عشان يطمن. تفاجأ بقصة الولد التاني وراسه مقطوعة، وبيظهر له الدب وهو واقف في الضلمة وشه مليان دم، والمسعف بيكون مذهول وبيقفل الباب. الدب كسر الباب فوق المسعف وبيحاول ياكله. الوقت ده المسعفة بتاخد ليز وبتركب العربية وبتمشي. الدب شاف شنطة حمراء وافتكرها شنطة الكوكايين، وبينشغل فيها والمسعف مصدق وهرب من المكان بسرعة وبيجري وراها عشان عاوز يركب، وفعلا ركب العربية، ولكن الدب بيكون أسرع منه. وليز بتحاول تضربه بالنار لكنها مش بتصيب. وقبل ما يقفل باب الصندوق بتاع العربية الدب بيقدر يدخل جواها وينزل على السرير بتاع ليز ويوقعها في الشارع وبتموت. الدب بيهجم عليه وبيموته، والمسعفة التانية بتسوق العربية بأقصى سرعة، ولكن في الآخر بتخبط في الشجرة وبتموت هي كمان. نرجع لساري وهنري اللي عمالين يدوروا على ديدي. تتفاجأ قدامها أولاف اللي كان ظهر هو ومراته في أول الفيلم. كان عمال يعيط على مراته، وسألته ساري عن بنتها ديدي إذا كان شافها ولا لا، وقال لها فعلا إنه شافها وعارف مكانها، وبياخدهم لمكان جوه الغابة. بيكون مكان عبارة عن كهف صغير في وسط الجبل، وبيحذرهم ان ده بيت الدب. هي انثى وعندها اطفال، ولكن ساري طلبت منه كشاف عشان تدخل تدور على بنتها. لما دخلوا بيلاقوا المكان ضلمة جدا، وبيتفاجئوا بشنطة حمراء فيها كوكايين. بيلاقوا دبين بيتعاطوا منها، وفعلا بيلاقوا ديدي. اخيرا بيتلم شملهم ديدي وساري وهنري. لقوها متعورة جرح بسيط، ولكن امها بتكون فرحانة بيها جدا. ساري قالت لها انا مش زعلانه منك، وفجاه بيسمعوا صوت الدب المدمن هو واقف بره، واكيد داخل جوه الكهف عشان اطفاله، وبيكملوا مشي لغايه ما وصلوا لشلال سري في الناحيه التانيه من الكهف. بيدوروا على مكان امن يطلعوا منه، وبنفس الوقت سيد والمجموعة اللي معاه وصلوا لنفس المكان، وبيلاقوا أولاف جثته مقطعة قدام المدخل. رغم كده سيد بيطلب منهم انهم يدخلوا معاه، ولما دخلوا بيلاقوا شنطة الكوكايين. ايدي بيلم اللي اتبقى منها. ريبا خايفة تدخل جوه وعاوزة تمشي، ولكن سيد عاوز يضربها بالنار. لكن ديفيد بيدافع عنها وبيخليها تمشي بأمان. بيكملوا سيد وديفيد وإيدي لآخر الكهف لحد ما يوصلوا للشلال السري. هناك بيلاقوا شنطة كوكايين متعلقة، وبيلاقوا ساري معاها الاطفال. بتقول لهم ساري ان هي وعاوزه تطلع بره، لكن سد بيرفع عليها السلاح وبيقول لها محدش هيطلع من هنا لما تجيبي الشنطه المتعلقه. وكلهم بيمشوا مع بعض، وايدي بيحاول يجيب الشنطه ولكن مش بيقدر. نفس الوقت الدب الكبير وصل المكان ويكون سامعين صوت، والدببه الصغيرين المدمنين طبعا بيهجموا على سد عشان معاه الشنطه اللي فيها الكوكايين. سد بيكون مرتبك جدا مع الدببه، بيضطر يرمي البندقيه لايدي عشان يخلصوا منهم، ولكن جت في ايد ساري وطلبت منهم انها تطلع هي والاولاد من هنا. الدب بيوصل وبيكون قريب منهم وبيصرخ عشان اطفاله الصغيرين. ساري بتنتهز الفرصة عشان لو فضلت اكتر من كده هتموت، وبتاخد العيال وبتنزل في الشلال. وصل عندهم وسيد ضرب عليه نار، لكن الرصاصة بتيجي في ديفيد، لكن ايدي وديفيد بيسيبوا سيد وبينطوا في الشلالات، ووراهم بتنزل الضبة كمان. لكن بيقع على صخرة قريبة منه وبيغمى عليه، وسيد بيحاول يوصل للشنطة لكن بيهزها جامد، وفي كيس بودرة بينزل على الصخرة وبيتفتح وبيطير في كل مكان. تقع منها كمية فوق الدب وبيشمها وبيقوم تاني، والدب بيطلع لسد فوق اللي بيكون لسه مشغول في الشنطة، وبتهجم عليه بعنف شديد عشان تسيبه لولادها الصغيرين يخلصوا عليه. الوقت ده الإصابة بتاعت ديفيد بتكون خطيرة، وإيدي بيصرخ عشان عاوز مساعدة. قرب منهم ساري لأنها ممرضة عشان تقدم لهم المساعدة. كلهم بيروحوا لمكان الحراسة في الغابة عشان يركبوا عربياتهم، وبترجع ساري وهنري وديدي لبيتهم
اللي بيكون قريب من الغابة. شوف ريبا واقفة مع ايدي وديفيد وبتضمن لهم انها مش هتبلغ عليهم. نعرف ان بوب قبل ما يروح الغابة كان مستأمن ريبا على الكلبة بتاعته. ريبا كانت بتاخد الكلبة وتسلمها لايدي عشان يربيها. هنا بيظهر ستاتشي بيكون معاه شنطة كوكايين وبيركب في عربية اغنام، يحط الشنطة ورا في وسط الاغنام وبيفتكر اللي حصل للدب. ينزل من العربية عشان ياخدها تاني ويروح المدينة يبيعها. اخر مشهد ايدي وديفيد وصلوا البيت وبيتفاجئوا بالكلبة بتاعت بوب عمالة تاكل في الصوابع بتاعت ديفيد. طالما وصلت معايا لحد هنا فانا اشكرك على كده، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مع السلامة.